بصوا حبايبي الطبق الجميل اللي احنا عملناه ده روعه وجميل، هيعجبكم في الحر اللي احنا فيه ده. بصوا حلقات المانجا بالايس كريم. انا جبت المانجا اللي انا حباها، يعني تجيب المانجا المفضله ليكي، وجبت ايس كريم مانجا على فانيليا، بس انت ممكن ما بتحبيش ده تجيبي على فراوله، تجيبي على مشمش، موز، براحتك، اي ايس كريم تفضليه. ده جه المانجا على الفانيليا، ده جبته صدفه يعني. بصوا الجمال، نرطب على قلبنا في الحر ده، تحفه روعه، طعم رائع بالايس كريم، جميل جدا، هتحبوه وهيعجب ولادنا في الحر ده، بدل ما يجيبوا حاجات من بره، دي حاجات صحيه وعاملاها في البيت. جميل جدا يا حبايبي وهيعجبكم. يلا بقى نشوف الفيديو ونشوف المكونين السهلين دول اتعملوا ازاي، وننفذهم ونعملهم، هيعجبونا جدا. يلا حبايبي نشوف الفيديو مع بعض، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نانا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده هعمل لكم حاجه ترطب علينا في الحر الجامد ده، ان شاء الله هتعجبكم جدا. قبل ما اعملها يا حبايبي، احنا عارفين المانجا منتشره اليومين دول، فخلي بالكم عشان في مانجا مضره بالصحه ومانجا ايه حلوه مش وحشه. المانجا دي بقى يا حبايبي، بصوا شايفين ده، لما تلاقيها ناشفه من هنا مش منزله حاجات منها كده، هي دي المانجا الايه اللي كويسه، واخدين بالكم؟ لكن المانجا اللي تلاقيها منزله حاجات كتير هنا كده اهوت، زي حاجه عامله زي العسل كده، دي بتبقى وحشه وكلها كربون، واخدين؟ ما نجيبهاش ابدا، عشان دي بيسووها يعني غصب عنها، كانت ما استوتش وبيسووها قوي، فبيحطوا لها ايه الكربون بيزيد فيها، فطبعا دي بتبقى ضاره في الصحه، واخدين بالكم يا حبايبي؟ نرجع بقى للايه، للحاجه الحلوه الجميله اللي احنا هنعملها، سهله جدا وهترطب علينا في الحر ده. احنا دلوقتي جبنا مانجا اي نوع تحبيه، واخدين بالكم؟ هنقطع الحته دي بقى من المانجا، حته صغننه بس في الاخر، مش من الناحيه دي، من الناحيه دي، واخدين بالكم؟ هقطعها يا حبايبي وارجع لكم. بصوا حبايبي، لما قطعتها من فوق حته كده بحيث البذره تبينيها وايه تعرفي تشيلي البذره بقى. يلا نشيل البذره ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي، احنا هنا شيلنا البذره بتاعه المانجا زي ما انتم شايفين كده، فرغناها بالراحه. هنحط بدلها ايه يا حبايب قلبي بقى؟ ايس كريم، واخدين بالكم؟ هحط لكم ايس كريم وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا حبايبي، حطينا الايس كريم في المانجا، مليناها. انا حطيت ايس كريم فانيليا على مانجا، جبته كده يعني صدفه، مش مقصوده ان انا اجيبه عشان معايا مانجا وكده، لكن انت عايزه تجيب فراوله، عايزه اي ايس كريم يعجبك، هتحطيه بالطريقه دي ونحطها في الفريزر، ولما تطلع ان شاء الله من الفريزر هوريها لكم. الحلو ده هيعجبكم جدا وهيرطب على ولادنا، طعمه هيعجبهم جدا يعني، هتدمنيه. ماشي حبايبي، ان شاء الله نحطه في الفريزر وارجع لكم. بصوا حبايبي بقى، لما المانجا خرجت من الفريزر اهي، شوفوا الايس كريم وجمدت، بقت جميله جدا. نشوف هنعمل ازاي بقى يا حبايبي، يلا نقشرها مع بعض اهو. طبعا هي جامده دلوقتي، وطبعا الجو حر، احاول اقشرها على طول عشان ايه شايفين يا حبايبي؟ لا دي جامده قوي شويه عليها، نعمل بدي. اهو يا حبايبي، السكينه دي معقوله شويه طبعا، وانت بتقشريها وهي طريه غير لما تقشريها وهي في الايه طالعه من الفريزر. وهي طالعه من الفريزر بتحس ان ما بتاخديش منها كتير، لكن وهي طريه بتاخدي منها ايه كتير وانت بتعملي، يعني القشره بتتحكم وهي ايه بتبقى رقيقه وهي طالعه من الفريزر. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بنحاول نقشرها اهي. شوفوا بقى الجمال، اي مانجا انت تحبيها هاتيها اهي.
تقشريها بعد ما تطلع، مش قبل ما تدخل، بعد مش قبل، ممكن تقشريها يعني قبل ما تقولي احط الايس كريم، لا، بعد ما تطلع من الفريزر على طول تتقشر وهي فيها الايس كريم. وهي يا حبايبي جميلة جدا وحاجة سهلة وترطب في الحر علينا وعلى اولادنا. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو، بس كده اهي. هشيل بقى، بصوا منظرها كلها جميل ازاي. هشيل القشر يا حبايبي وارجع لكم. بصوا يا حبايبي رجعت لكم بقى لما الايه القشر شلناه. نعمل ايه بقى؟ نقطع الشرايح كده. بصوا المنظر والجمال بقى، بصوا الحلاوة. بس ايه عايزة ايه، ثانية واحدة، جبنا سكينة تانية اهي اهو. بصوا الجمال بقى والحلاوة، حاجة كده لو عملتيها في عزومة. هي بس لسه جامدة شوية يعني، لما بتطلع من الفريزر يعني سيبها شوية بس مش كتير اهو. اهو بصوا الجمال يا حبايبي، بصوا الحلاوه اهو. ايس كريم، حلقات المانجا بالايس كريم تحفه وترطب على قلبنا في الحر ده. بصوا المنظر جميل جدا، هتعجبكم. بصوا يا حبايبي روعه. اتمنى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم وتجربوها، هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.